اول شيء انه نغير ملابسنا الداخليه بطريقه تكون كتير منتظمه وملتزمه اقل شيء مره في اليوم، لانه بحكم العرق والرطوبه والحركيه بتكون التصقط فينا ميكروبات. هاي الميكروبات ممكن تسبب التهابات في المستقبل، كمان بنفس الوقت تكون الريحه بلشت تصير مش منيحه. فلهيك ضروري جدا انه احنا نغير ملابسنا الداخليه بشكل يومي. النصيحه الثانيه انه نلتقط طفيليات، شيء كتير سهل. وكيف نقدر انه احنا نتفادى الطفيليات وما نروح نتعالج عند دكتور؟ نتفادى كل هالشي عن طريق انه ننشف منيح. ضروري جدا بعد كل وضوء انه احنا ننشف منيح، لانه المنطقه الحساسه دايما تكون معرضه للرطوبه، وهالشي كتير طبيعي جدا لانها في مكان يكون دايما مغلق، وهالشي خلافا انه يعطي ريحه كتير مقززه غير عن انه يسبب طفيليات. فضروري جدا انه احنا كل وضوء نكون منشفين كتير منيح. هلا بنيجي لازاله الشعر في المنطقه الحساسه. من غير المنطقي من غير المقبول انه احنا بدنا نكون كتير نظيفين، وما نكون انه احنا نسوي روتين خاص لازاله الشعر. رجاء خلينا نشيل فكره عيب وما عيب والمجتمع وانتي لسه بنت وكيف، هذا كله هراء. اصلا لو تركزوا مع الدين بيقول لك لازم 40 يوم وتنظف حالك. غير عن هيك انه الشعر كتير بيمسك الرطوبه، فحتى انتي لو كنتي كتير بتنشفي منيح فالشعر هو اللي راح يتولى مسؤوليه الرطوبه، وسهل جدا هيك انك انتي تمسكي عليكي طفيليات. رجاء نسوي بلوك لهي العقليه المتصدئه اللي كتير وسخه انه انت ما لازم تنظفي وانه انت لسه ما بعرف شو. عن جد هي الافكار راح عليها الزمن وافكار كتير غلط. حتى انه لو نركز في الدين انه ما تكون اصلا جزء من الدين، بالعكس الدين قال لك انك انت لازم تكون شخص كتير نظيف، وبيقول لك انه كمان النظافه من الايمان. وفي نفس النقطه رح نحكي عن ازاله الشعر. كتير عالم وكتير بنات انها توقع في نفس الخطأ انه ازالة الشعر بالسكر او بالحلوى، كل شخص شو بيسميها. هالشي كتير غلط غلط غلط. احنا عم نتعامل مع منطقة كتير حساسة، وفي هاي المنطقة في ناخ، ما بعرف شو معنى النيرف بالعربي، بس المهم هدول ناخ كتير بيكونوا حساسين جدا، فاقل غلطة ممكن تكلف لك حياتك. اقل غلط في هاي المنطقة ممكن يسبب لك شلل نصفي. استعملي المقص، استعملي شفرة الحلاقة، استعملي شو ما بدك تستعملي غير الحلاوة بس. بعتقد انه كمان مرة سمعت حدا بيقول انه نتف الشعر في المنطقة الحساسة ليك غلط انه استعمل الحلوى كدينيا، يعني كفكرة دينيا. ما بعرف ماني متأكدة من هذا الشيء. شغلة تانية كتير بنصح انه احنا نستعملها هي الكيرفري والبروتيج سليب. بيكون هيك شيء زي هيك، منه الفوط الصحية تبع الدورة، لا، هالشي هذا تقدري تلبسيه بشكل يومي وتغيريه كمان اكتر من مرة في اليوم، لانه اكيد حيعلق كتير عليه اوساخ او رطوبة. هالشي هذا يساعدك انك انت تكوني نظيفة اكتر وانه ما تتشوه ملابسك الداخلية. كمان شغلة تانية، بعرف انه في الدورة الشهرية تبعنا نكون قرفانين من حياتنا، قرفانين من كل شيء، بس هالشي ما يعني انك انت تغيري الفوطة الصحية في اليوم اكتر من مرة مع ملابسك الداخلية، لانه زي ما حكينا قادمين على صيف، الريحة بتكون كتير كريهة، وخاصة انه انتم تعرفوا انه هالشي هو دم متعفن. كمان حكيت عن هذا الموضوع كتير في فيديو كامل لحاله، راح اخليكم الفيديو هون، فروحوا كمان شوفوه.